تخشي على الجمال. تخيلي تخشي بيوتي سنتر او كوافير تلاقي القمريه دي هي اللي بتعمل لك التسريحه بتاعت شعرك. البنوته العسل دي متخصصه في عمايل تسريحات الشعر. البنوته دي بتعمل شويه تسريحات شعر جميله. بصوا ما شاء الله عليها، الله اكبر، سريعه ومتمكنه قوي يعني. بتعمل وهي مش خايفه، متمكنه جدا ما شاء الله عليها. بس تعب عليها، انا حاسه ان الموضوع ده مرهق، يعني مرهق لبنوته في سنها. يا خرابي على العسل. بس زعلانه ليه؟ مش بتضحك. بس يعني انا حاسه ان الشغل متعب عليها. ربنا يحميها ويحفظها لاهلها يا رب. متمكنه، ليها فيديوهات كلها هي بس بتسرح الشعر. بصوا هنا بتبتدي تسرح للست دي شعرها. لا بصوا متمكنه، بصوا بتعمل ازاي. يا لهوي على العسل. طبعا الست اللي قاعده دي شعرها قصير جدا. بصوا بقى تسرحوا لها ازاي. بصوا الزعارير اللي في شعرها جميله. بتفكرني كان عندي اختي واحنا صغيرين، كنت بحب قوي اسرح لها، اعمل لها الزعارير الكتير قوي في شعرها دي، والله زي الزعارير اللي كنت اعملها لاختي. يا اختي متمكنه، عسل عسل. شغاله هي في البيوتي سنتر، يعني هي ليها دور اساسي في البيوتي سنتر. يا لا العسل. متمكنه، بس انا صعبان عليا ان هي ممكن تكون بتتعب. بس جامده جامده والله، ما شاء الله. ربنا يحفظها لاهلها يا رب ويحميها. بصوا بترغي الشعر، بصوا بتدعك الشعر بذمه. الاطفال الصغيره لما بتيجي تعمل حاجه زي الكبار بيعملوها باتقان قوي، بيعملوها بذمه قوي. بس والله الطفل الصغير بيبقى حنين قوي لما بيجي يعمل حاجه كده لامه ولا لاخته، بيبقى حنين. لا بس انا حاسه انه الموضوع شقى عليها، يعني حاسه انها بتشقى جامد. ربنا يحفظها يا رب ويحميها لاهلها يا رب. جميله جميله قوي. ما تنسوش تكتبوا رايكم في القمرايه دي. انا شيماء غريب. لو انت اول مره بتشوفيني ما تنسيش تحطي كومنت زي العسل، شبك ولايك عشان بيرفع معانا الفيديو. اشوفكم ان شاء الله فيديوهات حلوه كتير تعجبكم. مع السلامه.